عارفين مين ده؟ ده الأسد المصري المفترس، قائد عملية الأفاعي الغامضة، اتصنف من أقوى 100 رجل مخابرات في التاريخ الحربي، الأسطورة المصرية العالمية، اللواء أحمد رجائي عطية. اتولد في أبو كبير بمحافظة الشرقية سنة 1938 وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958. كان ضابط مخابرات مصري وصاعقة مصرية وضابط مدفعية، وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. البطل أحمد رجائي هو مؤسس قوات الصاعقة الجزائرية، وقام ب5 عمليات مخابراتية داخل قلب إسرائيل قبل حرب السادس من أكتوبر 1973، ودخل إسرائيل وخرج منها ب5 شخصيات مختلفة، وجمع معلومات سرية وخطيرة عن الجيش الإسرائيلي. كمان نفذ أكتر من 72 عملية تفجير لمعسكرات اليهود الإسرائيليين في سيناء قبل حرب أكتوبر، وقتل فيها أكتر من 300 جندي إسرائيلي. هو كمان أسس منظمة سيناء العربية داخل سيناء، وكانت مهمتها تفجير معسكرات اليهود الإسرائيليين هناك. وفي حرب السادس من أكتوبر 1973 تولى أحمد رجائي وبأوامر مباشرة من الرئيس أنور السادات قيادة العمليات الخاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وقدر مع قواته الخاصة يدمر 6 كتايب عسكرية يهودية ويقتل أكتر من 200 جندي وضابط إسرائيلي. سنة 1977 كلفوا الرئيس السادات بتأسيس أول فرقة مصرية لمكافحة الإرهاب الدولي، وهي الفرقة 777. البطل أحمد رجائي هو أول واحد عبر بحر الرمال الأعظم على رجليه بين مصر وليبيا، والطريق ده لسه مسجل باسمه، طريق أحمد رجائي. كمان أسس وحدات قوات الصاعقة في الجزائر واليمن والمغرب والأردن وليبيا، وقبض على الجاسوس الإسرائيلي في الأردن يامي إلياهو وسلمه للرئيس السادات سنة 1973. حرر أكتر من 87 رهينة فلسطينية في معسكرات اليهود الإسرائيليين في قطاع غزة سنة 1966 في عملية الأفاعي الغامضة. اللواء البطل الأسطورة أحمد رجائي عطية اتكرم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن السادات ومن حسني مبارك على كل بطولاته في المخابرات والعمليات الخاصة ضد الإسرائيليين. بعد تقاعده اتجه للكتابة والشعر والتأليف، وعنده كذا كتاب في الشعر والأدب والتاريخ العسكري. توفى اللواء رجائي عطية يوم 4 مارس 2021 بعد حياة مليانة بطولات وأعمال خالدة وإنجازات عسكرية غير مسبوقة. رحم الله اللواء رجائي عطية وأسكنه فسيح جناته. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك، بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.